اسمك آدم أمين عبد الحي، طالب في سنة رابعة بكلية الآداب قسم اجتماع جامعة القاهرة. بتعمل خصائص دليفري لتوصيل الطلبات للمنازل. السن 28 سنة ومقيم في بولاق أبو العلا. الكلام اللي أنا هقوله هو اللي أنت هتقوله، هو اللي المحكمة هتاخد بيه، ومش هسيبك يا آدم. هدول أمه وإخواته ومراته والواد الأقرع عليه. قلبي وجعني عليك قوي وصعبان عليا خصمنا ده. فتشوا في كل الأول انا مش هينفع اتجوز غير آدم. صدقني كنت ناسي انت الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجه ولا؟ المباحث بتاعتك ليه؟ معرفش. انا لازم اروح له، ما ينفعش اسيبه لوحده. انا بقى مواطن مصري ومظلوم. بلدي ما بتدافعش عني ليه؟ بلدي ما بتدافعش عني ليه؟ ولا احنا بس اللي مكتوب علينا نتهان بره وجوه؟ احنا بس اللي تقع علينا صخره؟ احنا بس اللي نغرق في البحر ونغرق في عباره؟ احنا بس اللي يولع بينا القطر؟ في ايه؟ عايز بيتهم. كان نفسي انها تعدي على خير وربنا يسترها. ولا يا امك اسمها ايه؟ آدم، اصحى يا آدم. أنا سيف الحديد. يا اخي ده انا مضحي بليله زي الفل عشان اجي اسهر معاك. اتفضل يا سيدي، ادي الباسبور بتاعك، هتخرج بيه من مصر في خلال ايام. أظن خلاص آدم اللي كان أس المشكلة راح ومش راجع تاني. افتح المية! عايز تتكهرب على حمك؟ أنا عايز أمك هنا. تعرف تبعت تجيبها لي؟ وانا لو ما هربتكش دلوقتي حالا ابقى ما بخافش ربنا، وانا بخاف ربنا قوي يا ادم. انا هو يا باشا بين ايدين سعادتك، واللي انت عايز تعمله فيا اعمله، بس بالله عليك مشي امي واخواتي، مشيهم كلهم. الناس دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه. انا تحت امرك. بص يا باشا، انا ارهابي وقتلت وسرقت. انا اي حاجه حضرتك عايزها، بس وحياة اغلى حاجه عندك مشيهم، ملهمش ذنب في حاجه. باشا انا بصراحه جاي عشان ابوس على جزمتك زي ما حضرتك قلت. يا اخي ده انا ابن بلد، ده انا مصري زي زيك. انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه، كلب امريكاني كان عايز يغتصبها. انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟ بمناسبة بقى الحنية يا آدم، أنا مجهز لك مفاجأة هتشكرني عليها وتعرف قد إيه إحنا بنحبك.